اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا جايبه لكم النهارده وصفتين للبشره كلهم مكملين بعض وجميل جدا، كلها حاجات من البيت. نبدأ الأول انتوا عارفين طبعا الكوسة والخيار فوائدهم حلوة جدا للبشرة وللأكل برضو. فاحنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل يعني تقدروا تقولوا ماسك وسكراب في نفس الوقت للبشرة. ده أول حاجة من الكوسة. هنعمل ايه؟ هناخد الكوسة دي، الكوسة كلنا عارفينها اهي، دي كوسة. هنمسكها نبشرها بالمبشرة دي، هنبشرها. هناخد الكوسة نبشرها كده، هتبقى مبشورة كده. دي الكوسة بعد ما اتبشرت. بعد كده هنمسكهم دول كده في ايدينا ونصفيهم، هيطلع منهم ده المية بتاعت الكوسة دي المية اللي طالعة من الكوسة، مية كوسة مفيش أي حاجة عليها تانية. بعد كده هنحطها على النار هادية قوي أو حمام بخار، وهنحط عليها حبات المستكة دي. حبات المستكة، حبات مستكة دي هنحط حوالي 5 حبات، لأن هيفيد منهم، بتلزق شوية في الحاجة برضو، مش هتاخدها كلها. نحط 5 حبات، نحطهم فين؟ في المية بتاعت الكوسة، وهنستمر فيهم على نار هادية أو على حمام بخار. نستمر فيهم بسيط كده بس يا دوب، يعني وانت ماسكه الطبق اللي هتحطيه على النار مش هيسخن، ماسكاه بايدك نار هاديه جدا وتقلبي، هيدوب منهم كتير. هتفضل حته صغيره دايما عامل زي اللبان الدكر، مش هيخلص خالص. ماشي، مش اشكال. ناخدهم واروح حاطين عليهم بعد ما نخلص كل ده وخلصنا الكوسه دي، هنروح حاطين عليهم فيتامين اوميجا 3، اوميجا 3 او زيت السمك. هنحط كبسوله، هناخد من دي واحده فيتامين الف، فيتامين قصدي فيتامين اوميجا 3 او فيتامين الف. لو ما عندكيش اوميجا 3 ينفع فيتامين الف، بس فيتامين الف مش هتحطي واحده، يعني اوميجا 3 ده هتحطي واحده، لكن لو مفيش عندك ده هتحطي من فيتامين الف ده هتحطي 3 عليها. خلاص خلصنا دول، هنقلب برده كويس، هنعصرهم ونقلب كويس قوي. انا مش هعملها دلوقتي بس عشان انا مش عايزاها دلوقتي تعمل، اما اجي اعملها احط عليها. هنقلب كويس قوي وناخد، هتحسيها ايه يعني بدات ايه تظبط نفسها شويه. هتمسكي تحطي تبلي بايدك وتدهني او بفرشه على ايدك او على البشره او على الرقبه. كل اللي إيه؟ ليه؟ لان الكوسه فيها فيتامينات كتير جدا بتفيد البشره. المستكه عندنا اللي هي احنا قلنا عليها، اللي هي زي اللبان الدكر دي، صغيره دي بتعمل ايه؟ دي بتشد البشره وبتبيض، يعني دي بتدي بياض للبشره. لو كل يوم تستمريها البشره هتنور خالص. بتبيض البشره وبتشدها برضو مع الكوسه. الكوسه برضو سائل الكوسه اللي هو الكوسه ده بينقي البشره برضو وبيشدها. لما تمسك كوسه وتقشرها شويه كده بتحسي ساعتها ايدك شدت. فهو كل ده كولاجين وحاجات افاده جدا للبشره. تدهني بيها مره على وشك، رقبتك، ايدك، وما تنشف قرري تاني لغايه اما الشويه اللي عندك يخلصوا، يعني قرري 2 3 طبقات فوق بعض. وبعد ما تلاقيها نشفت كده شويه امسكيها افركي يعني على الشكل دائري البشره، اكنك بتعملي تدليك ليها كل حته في البشره. هتلاقيها هتطلع الجلد الميت وهتطلع حاجات كده، يعني ايه، رواسب مش في البشره مش حلوه. اقعدي تستمري في فرك فيها لغايه لما تلاقيها خلصت خالص. وعيدي، ما تعيديش الماسك، لا عيدي تفركي فيها، هتلاقي حاجات طلعت في ايدك كده تحسيها.
بعد ما تخلصي كل ده، خلصتي كل ده، نضفيها بقطنه، بمنديل، اي حاجه في ماء ورد كده ولا حاجه، نضفيها. بعد كده في ماسك تاني لو عايزه تظبطيهم في نفس اليوم ماشي، لا تخليهم تاني مفيش مشكله. في ماسك تاني بقى، دي خلصنا من بتاع الكوسه اهو خلاص. في ماسك تاني عندنا هنا اللي هو لو تعرفوا، مش عارفه تعرفوها ولا لا، اللي هنا عصفر. ده عصفر، عصفر ده بيتعمل في المخلل، الليمون المخلل وحاجات تانية، بس مش عارفه هي يعني، ممكن حد ما يعرفوش بالظبط، وناس هنا عندنا مصر عارفينه. عصفر، هاخد معلقه عصفر. احنا كده خلصنا الاولانيه الكوسه خلصناها خلاص. هاخد معلقه من العصفر ده كده واحطها هنا. بعد كده هاخد عليها حوالي برضو معلقه بودره اطفال، بودره اطفال، بودره عاديه بتاعت اطفال. هاخد عليها حوالي معلقه، برضو نفس الحكايه اهو. يعني كده ايه، حوالي معلقه، ممكن تكتري شويه مش هيحصل حاجه اهو. كده نفس الحكايه دي خدناها البودره. نعمل ايه بقى كمان؟ ناخد كوبايه زبادي، قصدي معلقه زبادي، سوري، معلقه زبادي عليهم. لو عوزنا تاني اي زبادي والخامه دي كويس خلاص، لو حبينا نطريها تاني هنطريها، بس الاول احنا بنبدا دول. وهنشوف بقى كمان الفيتامين اللي هو قلنا عليه اوميجا 3. هو هنا مشترك ممكن معانا الاثنين، وممكن يبقى في ده بس والتاني فيتامين الف زي ما قلنا. هناخد واحده من دول وروح قصينها ومفضينها عليهم، وروح عاجنين بيهم العجنه كلها كده اهي. يبقى احنا هنا حطينا ايه؟ حطينا زبادي، وحطينا بودره اطفال، وحطينا شكلها عايز زبادي تاني، بس الزبادي مش كفايه، نحط معلقتين زبادي مش معلقه. هي دي تقيم معاكي حسب الخامات اللي انت حطاها. العجنه هي محتاجه العجنه اهي تبقى معقوله، لا سلسه كده وحلوه، مش تخينه. يبقى احنا حطينا معلقتين، عشان انا بعيب معلقه صغيره، معلقتين زبادي، معلقه عصفر بتاع المخلل، معلقه بودره اطفال، ولو عايزه تحط اكتر من معلقه بشويه مش مشكله، مفيش اي ضرر، وكبسوله اللي هي اوميجا 3. بس كده العجنه اهي. انا ما حطيتش اوميجا 3 عشان ما ينفعش احطها وما اكونش احطها على الوش دلوقتي اهي. دي تمسكي بقى توزعيه بعد ما تخلطيه كويس قوي كده، هتوزعيه على البشره وعلى الايد وعلى الرقبه واي حته انت تحبي تحطي الماسك ده فيها. الماسك ده يعني بعد ما تخلصي، حتى لو ما عملتوش ده بتاع الكوسه اللي قبله، بس بصراحه اتنين مكملين لبعض قوي. ده هتبصي تحسي بعدها بشرتك، البشره ابيضت. ومن الماسك الاولاني الكوسه برضو بس بيزودوا بعض بصراحه. تحسيها نعمت وبيضت، تحسيها البشره كده مستريحه نظيفه ونضره منوره، يعني طبيعي، حاجه تحسيها نظافه ونور وكولاجين ومشدوده، البشره تحسيها اتشدت. كل ده حاجات طبيعيه وحاجات من المطبخ، مفيش اي حاجه جبناها من بعيد عن الحاجات اللي بتاكلها، يعني البودره بس اللي ما بتتاكلش، اما الباقي كل ده بناكله عادي مفيش مشكله. بس فكل الوصفتين دول للبشره تقدري تعمليهم الاثنين ورا بعض خير وبركه. تقدر تعمل دي في مره ودي مره برضو، الاثنين هيبان نتيجتهم حلوه جدا حتى لو لوحدها. في حاجه تانية اقول لكم عليها بقى، لو ما عندكيش انت زبادي، خلينا في الحاجات السهله، لو ما عندكيش زبادي وما عندكيش بودره، مش موجودين الاثنين، وعندك العصفر بس، تعملي ايه بقى؟ تروحي جايبه معلقه العصفر وتروحي حاطه عليها زيت، لا معلقه جريسلين. بيحطي بدل الحاجات دي كلها، لو ما عندكيش زبادي ولا بودره حطي جريسلين، معلقه جريسلين، يعني بحيث ان انت معلقه العصفر اللي تاخديها او المقدار اللي انت عايزاه هتحطي عليه معلقه جريسلين، معلقه زيت ورد، ممكن حسب ما العجينه تمشي معاكي حطي زيت ورد وحطي جريسلين، الاثنين مع ايه؟ مع العصفر بس برضو توزعيه. بس هنا هيبقى فيه زيوت، خلي بالك ما تجيش في عينك، لان الزيوت تسحب وانت قاعده مش واخده بالك. لكن هي دي ميزتها ما فيهاش حاجه تسرح على العين، لكن دي برضو كويسه جدا، يعني دي ما تعمليها هتحسي بنضاره جميله جدا برضو.
بس تكوني حذره يعني ما تخليش حاجه تيجي في عينك. دي برضو وصفه ثالثه من يعني يعتبر احنا عاملين 2 بالوصفه دلوقتي، واحده عملي والتانيه ايه ما حاجتها مش جاهزه كلها معايا لان انا مش عايزه اعملها دلوقتي. كده يا حبايبي الوصفتين دول او ال3 وصفات دول حلوين جدا، دول هيخلوا البشره نضره وناعمه جدا. يعني ده اما تعمليه مع الفازلين لوحده وزيت الورد مفيش حاجه عليهم تاني، هو العصفر وزيت الورده والفازلين، بتبصي بعدها بتحسي البشره نعومه ملهاش حل. يعني بشرتك بتحسيها حرير ناعمه جدا لان فيها جليسرين، موجود الجليسرين وموجود زيت الورد. فكده عندنا 3 وصفات حلوين جدا كلهم للبشره. فان شاء الله في برضو حاجه اعملها لكم قريب تاني، حاجه مفاجاه دي بقى ايه، هنبقى فيها فزوره نعرفها مين اللي يعرفها، هنعمل بدايتها ان شاء الله. لو لقيت حاجتها جاهزه عندي هعملها المره الجايه. هنعمل حاجه كده اختبار بحيث ان احنا حاجه بنعوزها في البيت كلنا، يعني ما هي مش ضروريه قوي بس برضو حلوه بنعوزها في البيت، يعني مش حاجه اكل. هنعملها على مرتين، بس اول مره هعمل لكم حاجتها وهقول لكم بقى وتكتبوا لي وتقولوا لي مين اللي عارف ايه اللي هنعمله الحلقه الجايه ان شاء الله او الفيديو الجاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.